السلام عليكم، عاد إليكم من جديد، عودة بعد غياب طوال شوية حلوين من 15 رمضان. ما صورتش فيديوهات ولا نزلت أي حاجة رغم وجود الأفكار ورغم كل حاجة، يعني كل حاجة تمام، ولكن تلكيك هروب. مستني اللحظة المثالية، اللحظة اللي هتبقى فيها كل حاجة تمام وبيرفكت، يعني هرجع إن شاء الله، هرجع بس كل حاجة تبقى تمام. فالفيديو ده محاولة مني لكسر حاجز المثالية، وإن أنا أرجع حتى لو مش بأحسن حاجة، حتى لو مش بأحسن إضاءة، حتى لو مش بأحسن سيت اب ولا أي حاجة، ومش كاتب سكريبت. فالله المستعان، عملت كوباية قهوة تجيب الضغط، ولو أمي شافتها تجري ورايا. فيا رب الفيديو ده ما يوصل لأمي. ورايا كمية مذاكرة قد كده، فالله المستعان إن شاء الله نخلصها. لو هوجه رسالة في أول الفيديو، يعني عشان عارف إن أغلبكم مش هيكمل الفيديو للآخر، آه، ما تستناش، ابدأ. ابدأ باللي معاك، يعني لو عايز تبدأ فيديو يوتيوب ابدأ، عايز تبدأ مذاكرة ابدأ، عايز تبدأ أي حاجة ابدأها من دلوقتي وما تستناش. لأن لو فضلت تستنى الحاجة لما تتظبط مش هتتظبط، ولو اتظبطت هتحتاج حاجة تانية تتظبط، ولو حاجة تانية متظبط لحد ما هتلاقي نفسك واقع ومش عارف تقوم. فخد بإيد نفسك وقوم، فإذا عزمت فتوكل على الله. فبس هذاكر بقى كده لحد ما الفجر يأذن، وبعدين نكمل إن شاء الله. الله المستعان. واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. قعدت ذاكرت شوية، ولكن ما خلصتش كل اللي ورايا، وعندي امتحان فهرجع أكمل بقى، ولكن الفجر أذن فلازم أروح أصلي. ولكن حابب أقول يعني ما تستناش اللحظة المثالية، بجد ما تستناش اللحظة المثالية، لأن الواحد كان عنده أفكار وكان في حاجات كتير أوي ومواضيع وكلام كتير الواحد كان ممكن يتكلم فيه، ولكن استخدم حتة المثالية بحتة خوف، هروب، إنك أنت خايف تظهر بشكل مش أحسن حاجة. ده كله كان عبارة عن خوف، وأنت متجسد في لحظة اللي هو إن الواحد مستني اللحظة المثالية. آآ فليه تستنى؟ ابدأ، ابدأ باللي معاك، ابدأ بالمتاح. لو ما بدأتش دلوقتي هتبدأ إمتى؟ وده خلّى الواحد يضيّع فرص كتير، يعني ضيّع فرص كتير أوي، وفي حاجات كتير أوي جات عليه بالسلب، لمجرد إن هو مستني اللحظة المثالية. فما تستناش، والله المستعان. وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون وكأين من قرية أمليت لها وهي ظالمة ثم أخذتها وإلي المصير. يعني الحمد لله صليت الفجر ورجعت فضلت قاعد باذاكر، دلوقتي الساعة 10:30، فاضل نُص ساعة على الامتحان، الله المستعان. معروفة امتحان يعني ضغط يعني قهوة تاني، فما حدش يبعت الفيديو ده لأمي، سامعني اللي في بالي؟ الله المستعان. فهنجهز ونتحرك على الجامعة بقى. ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون ألم يعلموا
ظنوا أن الله يعلم سرهم ونجواهم وأن الله علام الغيوب. الحمد لله خلصت اول امتحان ما اديتش فيه احسن حاجه، بس الحمد لله يعني. وقعدت شويه ذاكرت في المسجد وصليت الظهر، وعندي امتحان تاني كمان شويه، فالله المستعان. حاسس ان انا داخل خناقه. السلام عليكم. طبعا بكلمكم بعد الامتحان بكام يوم، لان كنت ساعتها بقى اتلهيت في امتحانات تاني وكده. فالفكره ان انا كنت حاسس ان انا محبوس في سجن اسمه لازم تكون مثالي، والمثاليه دي كانت عباره عن غلاف حلو لكلمه خايف. خايف من حاجات كتير، يعني هتقول لي انت خايف، عادي. والفكره ان كل ما كنت بستنى اللحظه المثاليه دي ما كانت عمرها ما بتيجي. فلما قعدت كده ركزت وتدبرت، قلت ربنا ما قالش ان الله يحب المثاليين ولا الكاملين، ولا يحب، يعني ما قالش اي حاجه ان الواحد لازم يكون في صوره مثاليه. فلما تدبرت في سوره الصف وجدت ان ربنا قال ان الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كانهم بنيان مرصوص. يعني ربنا بيكون بيحب ان الناس تكون صف واحد جنب بعض، ده بيسند ده بيسند ده عنده حاجات حلوه وده عنده حاجات وحشه، ده عنده حاجات حلوه قوي وده عنده حاجات وحشه قوي، فده جنب ده في الاخر كانهم بنيان مرصوص. حتى لو هما مش باحسن صوره، ولكنهم في الاخر مش مستنيين اللحظه المثاليه ان كل واحد يكون مظبط نفسه، خرجوا كلهم في سبيله صفا. والرسول صلى الله عليه وسلم قال أحب الأعمال أدومها إلى الله وإن قل. يعني حاجات بسيطة حتى لو مش أحسن حاجة، ولكن أنت فضلت مستمر عليها، حتى لو مش مثالية، حتى لو مش براقة، ولكن أنت فضلت مستمر عليها. وكمان إحنا بادئين دلوقتي تحدي على التليجرام بقاله حوالي 15 يوم. بنبدأ بحاجات بسيطة ومش في أحسن صورة، وكلنا بنقع وكلنا بنقوم، ولكن صريح، أنت صريح مع نفسك، أنت عارف نقط ضعفك فين، فبتحاول تقومها بحاجات تانية. فأحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل، حتى لو مش أحسن حاجة ولكن أنت مستمر عليها، مش عملت حاجة مثالية جدا وجميلة جدا وفضلت نايم عليها. أنت فاهمني؟ وفي حكمة مش فاكر قرأتها أو سمعتها في بودكاست تقريبا، كان بيقول ليس الكمال أن تكون بلا عيب، ولكن الكمال أن تكون قادر على التعامل مع هذه العيوب، يعني أو تجاوزها. يعني مش فاكر تعامل معاها أو تجاوزها، الاتنين واحد. بالعامية كده، اللي هو مش عشان أنت عندك غلطات فتفضل قاعد مكانك وما تتحركش، لأ، إنك أنت تبقى قادر إنك أنت تتحرك رغم وجود العيوب دي، إنك أنت تحاول تحل الغلط ده، بس مش إنه يعطلك، مش هتفضل تتعايش معاه رغم وجوده وهترضى بيه، لأ، هو أنت مع إنك أنت عمال تتعايش معاه برضه في نفس الوقت بتحاول تشوف له حل، ومع الوقت هيتحل، ولكن مش هيتحل من أول مرة. بس في النهاية أتمنى يعني إن الفيديو ده يكون كسر حاجز المثالية اللي أنا كنت عمال أتلكك بيه، وأقدر أرجع، علشان أنتوا وحشتوني، والله وحشتوني جدا. ورغم إن يعني من الحاجات اللي يعني زعلتني سيكا شوية، إحنا كنا خلاص وصلنا ل 12500 يعني 500 وحاجة، يعني وكل ما ده عمال بلاقي كل اخواتي عمالين يمشوا فأتمنى الفيديو يكون عجبكم، وأتمنى تدعموني وتدعوا لي، والله المستعان. دعواتكم نعدي الفترة دي على خير. بس والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.